السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا جايبه لكم بقى اختراع بجد، الملوخية. هحط في قلب الخلاط طماطمايه وقرن، انا بقول لكم قرن فلفل واحد وطماطمايه واحدة وثوم واحد برضو. هحط ده كله في قلب الخلاط، هحط عليه مغرفة شوربة، ودي كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة على فكرة حلوة قوي قوي للملوخية. كده انا بضربهم في الخلاط كويس قوي، والملوخية محطوطة على النار، انا سايباها تغلي. هاخد بقى الكمية ديت وهصفي. عايزه اقول لكم بقى التوابل، بقى الريحة بتاعت الكزبرة والفلفل والحاجات دي ريحتها فظيعة. دي الملوخية قلبتها هي تقليبه، برضو بقلبها هي تقليبه قبل ما اعملها. على فكره الملوخيه دي يا جماعه ملوخيه مجمده، مجمده بس خطيره، طعمها حلو قوي قوي قوي. والا بقى بعد الخلطه السحريه اللي انا قلت لكم عليها ديت، هي اصلا لو اتاكلت كده وتحط عليها التوم، الطشه بتاع التوم بيبقى طعمها حلو قوي. فتخيلوا بقى بعد الخلطه اللي انا قلت لكم عليها ديت. انا جبت المصفى، هصفي الكميه. بقلبها طبعا اهوت عشان خاطر ايه، شوفوا برضو السمك بتاعها. انا بشوف الشيف بيعمل كده، الشيف في المطاعم الكبيره لما بيجوا يقدموا الملوخيه بيقعدوا يعملوا كده من من حاجه لحاجه، ويقعدوا يعملوها كده. طبعا حطيت كمان حته توم نيه في قلب الملوخيه وهي لما كانت بتغلي كده، غير بقى الفص التوم اللي في قلب الخلاط اللي ضربته مع الطماطم والفلفل والكزبره. اهوت انا بعمل التوم اهوت يا جماعه، بفرمه ديت، بتبشر التوم وبشر التوم. متنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا ببشر اهوت، جبت بس بقيت التوم لاني بخرط التوم حتت صغيره كده في قلبها وابشره عشان ايه، يعني تنجز معايا. لو فص التوم كبير بيتحشر فيها، فبيخليني ايه ان انا مش اقعد بقى اسلك بقى واخد وقت وكده، لكن هي كده اسهل واسرع. عايزه اقول لكم الملوخيه والله العظيم طعمها خطير ومسكره وحلوه قوي قوي. حطيت كزبره ناشفه على التوم، عايزه اقول لكم بيدي طعم تحفه. ملوخيه طشه بقى ديت رهيبه، ريحتها اصلا يعني بتقلب الدنيا لوحدها، بس بقى مع الكزبره خطيره. بصوا انا بوريها لكم هي عامله ازاي. متنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه، عايزين نخلي القناه تدخل في ربح بالله عليكم. يعني خدوا اللينك بتاع القناه يا جماعه، شيروه عندكم في الجروبات اللي انتوا فيها، جروبات الواتس، جروبات الفيس، جروبات الانستا، اي جروبات عندكم نزلوا اللينك بتاع القناه عندها، يعني في الجروبات، عشان خاطر الناس تدخل تشترك والقناه تدخل في ربح ان شاء الله. ربنا يرزق الجميع يا رب، اللهم امين. طيب انا كده اهوت المفروض بقى طشه خلاص كده. في ناس على فكره بتحط توم كتير، مش كل الناس بتحط، يعني في ناس بتكتر التوم اكتر من كده كمان، بس انا ما بفضلش التوم يبقى اكتر من كده، عشان لو اكتر من كده الناس اللي تعبانه عندها قولون، الناس اللي هتاكل الملوخيه دي بالليل ما تتعبش، تبقى خفيفه كده على المعده لاي حد كبير او صغير. طبعا انا استحليت الموضوع ان انا عماله بقى ماسكه المغرفه بقى، وتحسوا ان انا بلعب انا بالملوخيه. طبعا بعرفكم ان كده غلط، انا خلصت، ما ينفعش انك تقفلي الحله كده، صح انك تسيبي الحله مهويه، ده الصح، لكن لو قفلتيها الملوخيه بتسقط في الحله من تحت.
وبكده خلصنا اهوت. ده البتنجان انا عامله لكم فيديو للبتنجان، والمحشي انا عامله لكم برضو فيديوهات قبل كده للمحشي. وكنت غارفه بقى الاكل اهوت، وكان